بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد. المطلوب بارك الله فيكم أن نعرف ما من الله به على أهل الحديث وأهل السنة فيما يتعلق بالصحابة ومن بعدهم ممن سار سيرهم. تعلمون أن بعض أهل البدع اتخذ ما جرى بين بعض الصحابة في معركة صفين، في معركة الجمل، اتخذ ذلك ذريعة للطعن والقدح والسب والذم للصحابة، إما عموما وإما خصوصا. فسلك أهل السنة والحديث مسلكا نافعا جدا نافعا جدا، وما هو؟ أن أهل السنة والحديث طووا ما جرى بين بعض الصحابة ولم يجعلوه مسطرا في كتبهم إلا بقدر ما يكون للرد على من احتج به، وهكذا لم يذكروا ذلك في كتبهم تبنيا لذلك ولا رضا بذلك وجعله هكذا، وإنما سعوا إلى أن يطوى هذا ولا يروى في كتبهم رحمهم الله. ولهذا انتقد علماء الحديث على الحافظ بن عبد البر رحمه الله لما ذكر في كتابه من يقول ما جرى بين بعض الصحابة في الاستيعاب. فلماذا فعل أهل الحديث هذا وطووا ما جرى بين بعض الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا من أجل أن تأتلف القلوب عليهم، قالوا من أجل أن يبقى الحق مقبولا، لأنهم جهة نشره، لأنهم يبلغون عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. فكان هذا بحمد الله أن جعل أهل السنة تبقى قلوبهم عامرة باحترام وإكرام آل البيت والصحابة رضي الله عنهم، ليس في قلوبهم غل ولا حقد على الأخيار الأبرار الأطهار بعد الأنبياء والمرسلين، ألا هم الصحابة وآل البيت رضي الله عن الجميع. فصاروا أهل الحديث على هذا بخلاف غيرهم، خصوصا الرافضة، فإنهم ولجوا في هذا الباب ولوجا خطيرا كما هو معروف. ثم سار من جاء من علماء السنة والحديث على ما عليه من سبقه في الذب عن علماء الحديث، والدفاع عن علماء الحديث. فعلى سبيل المثال يحيى بن معين رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يقع في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. ويقول نعيم بن حماد: إذا رأيت الخراساني يقع في إسحاق بن راهوي فاتهمه على الإسلام. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما سمع رجلا يتكلم في أهل الحديث ويقول إنهم قوم سوء، الرجل هذا يقول في أهل الحديث إنهم قوم سوء، فقال الإمام أحمد: زنديق زنديق زنديق. مرادي من هذا الكلام أن سير علماء الحديث في الدفاع عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان هو على وتيرة واحدة، والذب والدفاع عن علماء الحديث. هذا ينبغي أن نسير عليه، والدفاع عن علماء الحديث رحمهم الله تعالى، لأن علماء الحديث بحمد الله بسبب ما
أعطاهم الله وارتضوا به لأنفسهم من الاتباع وترك الابتداع ومن التمسك والابتعاد عن التهتك ومن حسن الإقبال على الله عز وجل وعلى الدين والذب عنه، فهنا هم الواجهة الذين يرجع إليهم ويتلقى عنهم علم الشريعة هذا من الأمور التي ينبغي مواصلة السير فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من تعصب لعالم واحد وترك غيره من العلماء كمثل من تعصب لصحابي واحد وترك بقية الصحابة. كمثل من تعصب لصحابي واحد وترك بقية الصحابة. فلهذا ندعو طلاب العلم وأهل السنة عموما إلى أن يكون عندهم الاحترام والتكريم لعلماء السنة والحديث على حسب مراتبهم، وهذا أمر مهم. وكما ترون أنه ما بين حين وآخر ينبز أشخاص ويكون لهم مواقف في هذا الباب ليست بسديدة من الطعن في علماء الحديث. فإذا حصل هذا فالمطلوب أمور. الأول أن ألا يصغى لهذا الصنف وألا يقبل منه الطعن في علماء الحديث. الثاني: إن كان هذا الطاعن يرى أنه يحتاج إلى تبيين وإيضاح ونصح وزجر، وإن كان لا يقبل ترك ويصير الشخص فيما هو أنفع وأسلم. على كل حقيقة قد نصحت لبعض الطلاب على أنهم يصونون ألسنتهم من مشايخ السنة ومشايخ الحديث في اليمن وحتى في غير اليمن. نحن في دارنا هذه حرسها الله ما نسمح لمن يطعن في أحد من مشايخ الحديث، ما نسمح لأحد يطعن في مشايخ الحديث، وهذا أمر معروف لديكم أننا نمنع ونؤدب ونعاقب تارة ونطرد تارة أخرى من يحدث مثل هذه الأشياء، ونقول علماء الإسلام، علماء الأمة، علماء الملة هم علماء الحديث، علماء السنة. هؤلاء الطعن فيهم يؤدي إلى الطعن في الإسلام ويؤدي إلى هدم الإسلام. فالمطلوب المحافظة على مكانتهم دون الغلو فيهم، لا الجفاء ولا الغلو. ورحم الله شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله قال في كتاب إجابة السائل، قال: وأهل السنة لا يدعون لأنفسهم الكمال، فهم يحبون من ينصحهم. ثم قال: يأتيني الرجل من صنعاء أو من نجد أو من الجزائر فينصحني فكأنه قال: فنصح إلي أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال: فنصح إلي أحب إلي من الدنيا وما فيها، إلى أن قال: نحن طلبة علم. هذا من الذي يقول هذا الكلام؟ شيخنا الوادعي رحمه الله يقول: نحن طلبة علم نعلم ونجهل ونذكر وننسى ونغفل ونصيب ونخطئ. هكذا تعلمنا من علمائنا. فكما سمعت بارك الله فيك نوطن أنفسنا على قبول النصح. نصحنا لبعض الطلاب بعض الأشخاص أن يتركوا الطعن في مشايخ السنة وفي علماء الحديث، لكن بعضهم لم يكن في المستوى المطلوب في ترك الطعن، فتجد بعضهم يحذر من محاضرة فلان، من حضور محاضرة فلان، من الدروس عند فلان، ومن الذهاب إلى دار الحديث التابعة لفلان من علماء الحديث. وعلى هذا فهذا الذي أو هذا السير وهذا التصرف نعتبره خطأ ونعتبره أمرا لا يبشر بخير ممن وقع فيه.
لا يبشر بخير ممن وقع فيه. المطلوب أن الشخص يصل لسانه، إن رأى من العالم خطأ فله ينصح له، والعلماء ما غلقوا على أنفسهم، قلوبهم مفتوحة لمن يأتي إليهم ولمن عنده ملاحظة وعنده نص بحمد الله رب العالمين. فالسير هذا هو الطعن في علماء الحديث يعد أمرا ليس مرضيا لا شرعا ولا عقلا. فكما سمعتم فعلى كل مضمن